طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لمباراه العوده في دوري ابطال افريقيا امام فريق الرجاء المغربي. فرقه زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، فرقه محترمه وفرقه منظمه، عملت جيم كويس جدا جدا على النادي الاهلي هنا في القاهره من حيث الشكل الدفاعي والتنظيم، وتحديدا اول 45 دقيقه. لكن النادي الاهلي قدر ان هو يفرض شخصيته بشكل كان واضح، ويستغل كل العوامل الايجابيه اللي اتيحت ليه في المباراه، بدايه من وجود الجمهور، بدايه من التركيز، بدايه من الايجابيه، بدايه من الصبر والتركيز الكبير والقراءه الجيده اللي اشتغل عليها مارسيل كولر على مدار ال 90 دقيقه. وبالتالي قدر النادي الاهلي ان هو يحقق مكسب كان مستحق بنسبه 100%. مارسيل كولر امام الرجاء مش هيغير تماما في التشكيل بتاعه، بل بالعكس عندي يقين كبير جدا جدا ان الراجل هيعتمد على نفس الاسلوب ونفس الطريقه والعناصر واللعيبه اللي فنشت المباراه الاولى اللي اتلعبت في القاهره. وتحديدا ان النادي الاهلي اصبحت الغيابات عنده معروفه للناس كلها. يعني على سبيل المثال عمرو السولية مش هيكون موجود هنا، فطبيعي جدا يخش مكانه حمدي فتحي. في احتماليه كبيره ان متولي برضو ما يلعبش وما يكونش موجود، فطبيعي جدا ان يخش بديل ليه ياسر ابراهيم بالنسبه للجزئيه دي. لكن هي الفكره ان الناس دايما واخده انطباع عن مارسيل كولر ان الراجل مدرب ملوش ملكه، يعني ما تقدرش تحدد طريقه اللعب والاسلوب والعناصر اللي هو بيعتمد عليها، لان كل مباراه هو بيشتغل فيها بفكر مختلف. وهو من المدربين اللي بيعتمد على السكواد او المجموعه اللي موجوده معاه بالكامل، ودي حاجه من الحاجات الايجابيه وحاجه من الحاجات الكويسه جدا، ان اللعيبه كلها تبقى ذهنها حاضر، اللعيبه كلها تبقى جاهزه بدنيا وفنيا على مستوى عالي جدا. وزي ما بنشوف الفتره الاخيره في النادي الاهلي المستويات والفروقات ما بين اللي بيلعب وما بيلعبش تقريبا تكاد تكون غير موجوده او تقريبا معدومه تماما. ممكن بس الجزئيه بتاعت خط الظهر هو اللي الراجل ما بيغيرش فيها كتير، وبيعتمد على المجموعه اللي بتلعب بشكل كبير جدا، لان هو اول حاجه عنده نقص عددي في باكين الطرف سواء محمد هاني او هنا علي معلول، وعنده برضه نقص عددي من حيث الكفاءه الفنيه بالنسبه للاثنين اللي موجودين سنتر باكين سواء عبد المنعم او جنبه متولي. لما بيغيب واحد فيهم بيعتمد على ياسر ابراهيم، لان ايمن مش موجود بقاله فتره، ورامي ربيعه برضه يعني مستوى شويه كويس، مستوى شويه بيكون نازل، ما عندوش ثبات في الاداء بتاعه شويه. وبيخش معاهم طبعا مروان عطيه اللي بيقدم مستويات قويه جدا جدا الفتره الاخيره بالنسبه لنص ملعب النادي الاهلي. لكن هي الفكره الراجل هيشتغل بقى ازاي؟ هل هيشتغل 4-3-3 بنفس العناصر وبنفس الاسلوب اللي فنش بيه، ولا هيعتمد مثلا على 2 في نص الملعب ويغير الطريقه لكون ان فريق الرجاء هيبقى عنده ضغوطات هجوميه كبيره جدا على فريق النادي الاهلي، وهيبقى محتاج النادي الاهلي ان هو يامن نص ملعبه باثنين لعيبه بشكل عرضي واضح. مقتنع ان الراجل هيلعب 4-3-3 بنفس الطريقه، يلعب هنا بمروان عطيه ويلعب هنا بحمدي فتحي وجنبهم اليو ديانج، ويلعب بالرباعي او الخماسي بتاع خط الظهر زي ما هم علي معلول، وهيشتغل هنا محمد هاني ياسر ابراهيم وهنا عبد المنعم وقدامه مروان عطيه، وطبعا بالاضافه لمحمد الشناوي. التغيير ممكن يحصل في الجزئيه دي، الثلاثه اللي بيلعبوا في المنطقه الاماميه، ان الراجل ممكن يغير التوظيف شويه، يعني ممكن يتنازل عن وجود كهربا ويلاعب هنا بيرسي تاو من البدايه، ويشغل محمد شريف كجناح قدام علي معلول زي ما اشتغل في مباراه سموحه، ويلعب هنا بحسين الشحات. طبعا دي احتماليه 50-50، لكن ممكن كل حاجه وارده. لو الراجل عمل الكلام اللي انا بقوله هنا يبقى فكر الراجل واضح ان هو مش عايز يلعب بمهاجم صريح، وعايز يعمل كثافه في نص الملعب، لان بيرسي تاو من اللعيبه اللي بيعرف يعمل ارتداد كويس جدا مع الثلاثه دول بالاضافه للاثنين اللي موجودين، ويعتمد على الهجمات المرتده ويعتمد على السرعات والمهاره اللي موجوده عند الشحات وموجوده عند بيرسي تاو من التحول بتاعه الدفاعي للتحول الهجومي. ونفس الكلام بالنسبه لمحمد شريف اللي اوريدي عنده النزعه الهجوميه لكون ان هو اصلا في الاساس مهاجم. وفي احتماليه تانية ودي الاقرب طبعا بنسبه كبيره ان يلعب كهربا من البدايه. طبعا كهربا لعيب مفيش غنى او لا غنى عنه في الملعب، ويلعب بحسين الشحات ويحافظ على الانسجام بتاعه مع علي معلول والجبهه القويه اللي بيمثلوها هما الاثنين. ونفس الكلام بالنسبه لبيرسي تاو، يحافظ على التالق بتاعه من خلال وجوده في الجزئيه دي بجوار محمد هاني، والاثنين برضو في انسجام ما بينهم وبيشتغلوا بشكل كويس الفتره الاخيره.